بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم في فيديو جديد. رحت عند والدي أنا وأولادي عشان نبات، ورايحين مشوار أنا ودودة، فتعشينا بدري. أنا داخلة معاكم وشي كده على طول، مش عارفة ليه. اتعشينا، المفروض هننام بدري، سهرتنا وقعدت تحكي معانا وعملت قبل كده ايه وعملت ايه، واللي شعريه باللبن لسه عاملاها. قلت لها لا انت كده جوعتنا، ينفع كده؟ قالت لي انا جوعت انا كمان. طب يلا بينا نخش ايه على المطبخ. دخلنا الساعه 2 بالليل. قلت لها خلاص نعمل لهم اكل بقى لبكره، علشان خاطر مش عارفين هنيجي بكره الساعه كام، فعملنا لهم اكله سريعه ولذيذه. ويلا بينا نشوف الفيديو مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم فيديو جديد من قناه ريتاج مع ماما في المطبخ، ونحن في بيت ليلى. هدير، ده فيديو ايه بقى؟ الشعريه باللبن اخر الليل. فيديو اخر الليل ده يا جماعه. احنا عايزين ننام وهي كل يوم تقول هخس هخس هخس، انا عامله دايت، انا عامله رجيم، وتقوم تعمل لنا حلو وتاكلنا وتشبعنا وتنيمنا. ينفع؟ اشهدوا، شاهدين، شايفين؟ شمين السمنه، واو ريحه السمنه جميله قوي في الشعريه. مش هصور بس من الريحه والشكل خلاني قلت لها لا انا جعانه، انا عايزه اصور. ينفع تجوعنا كده؟ ينفع ينفع بدل ما معانا يا جماعه، ينفع بدل ما تخليني احافظ على جسمي اتخن؟ ينفع كده يا جدعان؟ لا احنا هنكمل بقى ايه تحمير الشعريه ونرجع لكم تاني. مش نقول لهم الاول حطينا ايه؟ من الريحه اللي جوعتنا خلتنا ننسى نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، نقول صلوات الله وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. الريحه دي بس بتاعت ايه؟ حطينا 3 معالق سمنه، وده نص كيلو شعريه، يعني معلقتين زبده البلدي ومعلقه سمنه عاديه. طيب طبعا متوفر عندكم في البيت. ونص كيلو شعريه. الله بقى الله. انا جايبه لكم ايه؟ بصوا التفاصيل. خلاص كفايه كده بس. اللون الدهبي بتاعها خلاص كده حلو كده حلو. انا جعانه. يعني دقيقه جوعتينا. استني. خلاص احنا هنعمل ايه بقى؟ احنا قلنا حطينا الشعريه احنا قلنا حطينا الزبده والشعريه. خلاص خدت اللون الدهبي بتاعها، هننزل بقى عليها بميه خفيفه. حطيت الميه بقى. حطينا ميه بس شايفين الميه قليله زي مش كتيره، اللي هو يعني بتسويها نص تسويه. تاخد نص تسويه. طبعا انا بحط السكر عشان خاطر بقى ايه يدوب. السكر بقى يا جماعه حسب الرغبه. انا عايزاه عدمه هذه، مش عايزاه مسكره. كفايه في العوزه تاني نحط تبقى وصل. مش عارفه انا اعمل فيهم ايه في السكر اللي مش هينيمنا ده في التخن بتاع الليل ده. اخر يوم عشان نبتدي الزيت يا جماعه. بتوع الليل واخره، احنا بتوع الليل واخره. هتغلي غلوه نوطي عليها ونغطيها غلوه واحده بالظبط، وهنرجع نقول لكم هنعمل ايه تاني مع بعض. بس كده نوطي عليها ونغطيها ونرجع لكم. بصوا بقى يا جماعه، انا قررت عشان بكره مش فاضيين. هدير قالت لي كام مشوار كده هنروح نقضيه، فقلت لي اعمل لهم اكله سريعه كده وخفيفه بس من دلوقتي بالليل، عشان اول ما نصحى من النوم هنروح ايه مشاورنا. جبت نص كيلو عدس، نقيته كويس وغسلته كويس جدا وحطيته دلوقتي على النار. هيبتدي ايه يغلي، يستوي نص سوا كده، وبعد كده هقول لكم نعمل الطشه بتاعته ازاي. سهل وبسيط جدا، بس هتلاقوه طعمه جميل جدا جدا جدا. انا عن نفسي بحبه وسريع. يلا بينا نخش على ايه. خلاص يعتبر ايه يعني يعتبر كده استوت. هاتي بقى اللبن. عماله اكل فيها وانا واقفه اصلا. عماله تاكل فيها ها؟ سامعين؟ سامعين. هننزل بقى ايه؟ كيلو لبن على نص شعريه. لا افتحي كويس عشان تفضي بسرعه. بنتي انا جيت افتحه. طب يعني بنتي انت تسمعي كلامها وتاخديه منها كده. انا جيت افتحه. ماشي يلا ننزل بكيلو اللبن. ممكن تخليه شويه عشان اعمل نسكافيه. خليه حبه صغننين، خلينا منه حبه صغننين. ها سامعين؟ حاسين؟ شامين؟ بصوا بقى يا جدعان، هياخد غلوه واحده. اللبن ما يتغطاش على فكره كمان، اللبن بيرلق. ايوه عشان هي غطيته قبل كده ودلق. ها هي بتتعلم، لازم التجارب نتعلم منها. احنا هنحسبه على النار، بس مجرد ما اللبن خلاص ياخد غلوه واحده ندفع عليه، يبقى كده الشعريه باللبن خلصت. ممكن علي النار بقى. يعني انا كنت باكلها، ممكن تعملوها تاكلوها بالسكر زي ما هي كده، مره تستوي تقعد تاكلوها. كانت سعاده تاكل فيها. عايزين بقى باللبن ماشي، تاكلوها بسكر بس تبقى جميله. في الاثنين حلوه. غلوه واحده ماشي يا ماما. كده خلاص اهي. اول ما طلع البقليل ده كده ايه نطفي بقى عليه. غلوه واحده خلاص. قلبي تقليبه. يلا بقى وايه وحط لها كده. تمام.
العدس بقى يا تحطي له جماعة ايه؟ هحط له قرنين. كالعاده. احنا بنحب نزل صحيح مش مشكله. عموما انا بقطعه ليه؟ عشان السخونه. الفلاش طبعا عشان السخونه بتاعت مش مشكله. احنا بنحب مش حاطه التراب دي خالص. عموما بحب اجيب القرون دي واحطها. كفايه. طب كفايه ما انا حاطه فلفل. ناويه تاكلهم شطه بس. ماشي يغلي بقى ونرجع لكم نكمل معاكم بقيه العدس. كده بقى يا جماعه نبتدي بقى ايه نقدمه في الطبق بتاعنا. بعد كده بعد الطبق بعد اذنك معلقه. طبعا مفيش صبر. نبتدي ايه ندوق. بسم الله. دوقيني. هو انا مش هدوق. جميل جميل جميل. اروح هاتلك معلقه بقى. روحي بس خلاص بقى عشان لا مش هاتلك معلقه، هاتلك طبق عشان الطبق ده ليا. العدس يا جماعه كده تفاصيل على هنعمل ايه جعانين كده قدام الناس عين. بعد ما نسفنا الحله بنعمل ايه؟ شاي دايت. بتعمل هدير شاي دايت. انا لازم اقول الاسم عشان انا مش مشاركه في هذه الجريمه، انا مشاركه في الاكل بس. ماشي. شاي ايه؟ دايت. بتخس حاجه مسكره. ازاي ايه يعني قولي لي بس يرضيكم كده ازاي بنعمل دايت وناكل بالليل حاجه مسكره؟ ينفع؟ هو النهارده اليوم الفري يا جدعان. النهارده اليوم الفري بتاعي. ازاي فري بتشربي شاي دايت؟ طيب انا مش عايزه احرق بالليل. عايزه تحرق. عايزه تحرق اللي كلته. بينا على معلقتين سمنه كده ايه حلوين عشان العدس بيحب السمنه. ماشي. علي النار شويه عشان الثوم. كله. وريني قد ايه. الراس كلها. حطي هي راس ثوم. مش كتير قوي. لا مش كتير. حطي كده. العدس بيحب الثوم والثوم بيحب العدس وبيحب السمنه. انا بحبه. بس هو المفروض بنشوح الثوم وننزله بايه؟ هو احنا على العدس. عاملين الثوم بملح وفلفل اسود بس. توابل بيت العيله. مفيش توابل في بيت العيله اساسا. التوابل العاديه بتاعتنا. مفيش توابل اساسا. انا عندي توابل هنا مفيش توابل. بنعمل ايه؟ تمام. ملح فلفل اسود كمون الشطه الليمون بس. ما حاجه ثانيه. حلو رد. لا مش فكره كده. احنا ما بنحبش عموما توابل تغير طعم الاكل. تمام. كل حاجه بطبيعتها. تعودنا كده من ماما. عادي لو حطينا شويه التوابل برضو بتبقى مفيده. كميه بسيطه. ماشي اوكي مفيش مشكله. بما ان بقى احنا بنحب طبعا الحراق وانتوا حفظتونا عيله بتحب المشطشط. العدس بيطش التومه كده ويحط العدس على طول. لا انا بقى احب ايه؟ قرن فلفل كده يتحمر يتشوح كده معاه. ده قرنين 3 ما تزعليش. ماشي. عشان ممكن يعني يتشوح معاه كده. العدس خلاص قرب على داخل على السوا. تمام. واحنا هنشوحه كده وننزل بيه على طول. شكله حراق عشان بتكح. فالمفروض هننزل بيه على طول. لا انا ما بحبش بقى ايه اطفيه في العدس. هعمل تكه حلوه قوي هتعجبكم. طماطم بس بدون قشر. بس انا الصراحه استرعت يعني وعملتها بالقشر. هنطشيها بيها. مستعجله ليه؟ قلبي تقلبتين. ما تحطيش طماطم. اصبري يا ماما. ليه مستعجله ليه؟ عايزه تنام بعد الاكل ده كله. هننام. ربنا يستر. مش هناكل عدس. انا عارفه مش هناكل. واقفه ليه؟ بصوا كده ايه. خدت تشويحه حلوه. تشويحه الفلفل اهو. حط بقى ايه طماطم مقطعه حتت صغننه. طماطميتين بس يا جماعه. والله بتبقى جميله. هشوحها فيها بقى وننزل بقى على العدس. يعني هي حتى كمان ريحه حلوه قوي. بس كفايه بقى. بس بعيد عن اي حاجه كفايه. انا عايزه بقى الكلمه اللي هي قالتها دي. الجيران هتصحى ويقولوا ايه الريحه الفظيعه دي؟ مين اللي بيعمل كده بالليل؟ مش هينفع كده. مش هننيم حد يا جدعان. الريحه والله تحفه. مش شكرانيه. لا هي نطقت هدير لوحديها. سيبيها بقى. سيبيها تاخد دي. ما تقلبيش. سيبي الجمال ده كده مع نفسه كده. ياخد غلوه كده. الطماطم يا دوبك تدبل. عارفين يعني ايه تدبل؟ غلوه صغنونه كده وننزل بيها على العدس كده. تمام قوي قوي قوي. يعني حاسه ان تاكل لوحديها كده. لا احنا مش هننام النهارده. احنا نقعد ناكل بس. هنجيبها بقى ايه نمسكها بقماشه عشان نحط على العدس. يلا كده هننزل بقى بيه. ايه ده؟ ما عملتش الشقه ليه؟ ولا في الملوخيه بس؟ ايه اللي شقت العدس؟ لا هي مش هتعمل الطشه دي. ان احنا طشيناها بالثومه بس ياخد غلوه معاها. خدي بقى معلقتين من هنا يا هدير حطيهم عليها. طب انا بحب الطشه. اشمعنى ده؟ لا ده الطشه بتاعته بتبقى لذيذه قوي. خدي المعلقه الكبيره دي.
خدي معلقه كبيره اهي، بتشيل كتير. هاتي معلقه من تحت، معلقتين من تحت حطيهم في الطبق. كام حركات. ايوه هو ده. بس غلوه واحده وهنضيف عليها بقى حبه ملح. احنا حاطين التوم حقيق، نحط حبه ملح صغيرين خالص ونحيقه غلوه وهنضيف عليه كده بقى يا جماعه. احنا ايه خلاص خلصنا وطفينا عليه. دوقي بقى يا هدير، طلعي حبه كده. عايزه طماطم، مش عارفه ليه عايزه ادوق بالطماطم. طماطمايه. واو بقى نشوف يعني. طب روحي بردي بقى عشان كده انت سخن مع سخن قوي. بس والله يا جماعه طعمه تحفه تحفه تحفه. انا لسه ضايقاه دلوقتي وقلت لها انت بقى احكمي. يعني حطوا الثوم على الفلفل على الطماطم هتدي طعم حلو قوي. الناس بتعمله عامه من غير ايه، من غير طماطم، بس بالطماطم هتدي تسكيره وطعم حلو قوي. وزودوا السمنه، السمنه بتحليه. كل ما تزودوا السمنه كل ما العدس بيحلى والله. انا هو عنه بس طعمه فعلا تحفه. بصوا هتقول لي حط تاكل دلوقتي، روحي اشربي الشاي. مش هاكل بس هو طعمه جميل فعلا. بس كده ده بقى انا مش هقدمه معاكم ليه، علشان ده عاملاه لبكره، علشان بكره هنصحى بدري نروح مشاورنا ونلف. وجينا متاخرين، جينا العصر، جينا وقت ما جينا سايبين لي ولادي طبعا قاعدين هنا مع جدهم، سايبين لهم اكل حتى لو سريع وخفيف، بس حاجه ياكلوها بعيش احسن ما يشتروا حاجه من بره. هاجي الاقيهم مشترين بيض ومشترين جبنه ومشترين، لا ده من نص كيلو عدس. الحاجه عندنا في البيت ما كلفناش حاجه، وعملنا حله عدس كبيره نص كيلو نفش، وعملنا حله حلوه تقضيهم طول اليوم. ايه لا ايه القطه فين؟ مش في الحله، مش في... لا والله. طب والله لا انا منزله الفيديو بالفضايح دي. ايه يا اوجه، ايه يا اوجه انت كمان عايزه. اطلعي يا اوجه، اطلعي يا اوجه، اطلعي بره الحله يا اوجه. انت بالذات ما تاكليش قبل ما تنامي. لا انا هروح انام واسيبهم انا كده. لا بس انا فعلا هنزل الفيديو وانتوا في كده وانت في كده. كفايه يا هدير يلا. ويلا اقول لكم ايه، تصبحوا على خير ويا رب تجربوا العدس ويعجبكم. شير باي وسبسكرايب للصفحه وكومنت يا جماعه. ما تنسوش في دعواتنا لوالدتي الله يرحمها، اهم شيء، اهم من الشير واللايك والسبسكرايب ومن كل شيء. ايوه طبعا، ربنا يرحمهم جميعا ويغفر لهم ويرزقهم الفردوس الاعلى ويجمعنا بهم في الفردوس باذن الله، باذن الله يا رب العالمين. وما تنسوناش بقى في الايه، اللايك والشير والسبسكرايب. ايه يا هدير، ايه بص برضو شغاله اكل. انا مش هطفي الفيديو طالما انت بتاكلي، وما تاكليش من الحله بعد اذنك. اخر معلقه متاكده؟ طالما اخر معلقه خلاص هنقول لكم سلام، تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.